صباح الخير، ازيكم؟ يا رب الكل يكون بخير. النهارده انا جايه لكم فيديو جديد حسب ما انتم كتبتوا لي في التعليقات طبعا على موضوع الشغل والايجار والضرايب والحاجات دي كلها. انا بس حابه اعرفكم ان اول حاجه انا ما بشتغلش. اللي بيسال انت بتشتغلي ايه، انا بشتغل ام ل3 اولاد وده كفايه عليا قوي، وجوزي اللي بيشتغل. وطبعا الشغل هنا هرجع اقول الشغل سهل لو انت معاك فيزا عمل او انت عايش هنا بتلاقي شغل، وشغل بالساعه وشغل باليوميه وشغلات كتير قوي بتلاقي. والماهيه او الدفع هنا حلو كويس لان الحياه غاليه جدا، فالدفع لازم يكون كويس. دي حاجه. تاني حاجه، انت لو عايز تيجي كفيزيت فيزا، يعني كزياره كسايح تورست فيزا، ممكن تيجي سياحه. السياحه ممكن في السفاره في امريكا في مصر، سفاره امريكا في مصر بيدوك، او في اي حته سفاره امريكا بتديك anyway ساعات 5 سنين ساعات 10 سنين. بس انت بتيجي 3 شهور ولازم تطلع من البلد. ممكن تطلع من البلد مثلا، ممكن تطلع من البلد لحد المكسيك وترجع تاني، بس المهم ان انت تطلع من امريكا وتدخل تاني بعد 3 شهور، قبل 3 شهور ما يخلصوا. دي نقطه. النقطه الثانيه انا عايزه اقولها لكم ضروري جدا، اللي بيسال اطلع امريكا ازاي او انا عايزه اطلع امريكا. انا كنت عامله فيديو قبل كده مع واحده معرفه على موضوع الهجره العشوائيه. الهجره العشوائيه دي يا جماعه على فكره انا ليا ناس اعرفهم طلعوا بالهجره العشوائيه، وفي ناس من اول مره. الهجره العشوائيه دي انت بتقدم ببلاش، في مرتين في السنه، في مايو في شهر 5 وفي شهر 11 تقريبا نوفمبر. انتوا لو بتقدموا بس ورقكم بالباسبور بكل حاجه، ممكن تقدم مره باسمك، المره الجايه باسم مراتك، بس طبعا بالعيله، لان الهجره العشوائيه دي بتطلعك انت والعيله كلها، بيدوكوا على طول الجرين كارد. الجرين كارد ده اللي هو زي اقامه لك، كل مستحقات كامريكي. الحاجه الوحيده اللي مش مستحق ان انت تعملها ان انت تخش يعني تدي صوتك في الانتخابات. دي لو انت معاك الجرين كارد لازم مثلا بقى، انت مش هتاخد الجرين كارد من الهجره العشوائيه، او لو انت معاك الجرين كارد هنا في امريكا. فالهجره العشوائيه دي انا عامله فيديو بجد والله بيساعد ناس كتير جدا. ادخلوا شوفوا الفيديو ده، انا مش عارفه امتى بالظبط كنت عاملاه، تقريبا من سنه. دور على الفيديو دوت، الهجره العشوائيه، في القناه بتاعتي، هيساعدك كتير. وانت مش هتعمل حاجه، مش هيغرمك حاجه. كل اللي انت هتعمله مجرد انك هتحط معلوماتك ومعلومات عيالك ومعلومات مراتك، زي لوتري كده، يعني بترميها وهم بقى بيختاروا. انت حظك طلع في اللوتري ده اللي انت اخدوا اسمك في المسابقه دي، بتطلع. وعلى فكره ما بتتكلفش حاجه خالص، ممكن تتكلف في الاخر خالص لو انت اختاروا اسمك، بتتكلف تقريبا مبلغ بسيط جدا عشان الورق، او عشان ان انت بتروح بقى تبدا تقدم. لكن غير كده ما بتدفعش ولا مليم لحد ما اسمك بيطلع في القرعه. فانت دي حاجه لكل الناس اللي بتسال على امريكا ان هم يطلعوا. الحاجه الثانيه اللي كنت عايزه اتكلم فيها موضوع الضرايب والايجار. الحياه هنا غاليه جدا، الايجار هنا غالي جدا. في المكان اللي انا عايشه فيه، في المدينه اللي انا عايشه فيها، الايجار هنا غالي جدا. لو عايش شقه صغيره ابارتمنت ممكن توصلها 1800 دولار، 2000 دولار. لو بيت ومعاك عيله بتوصلها 3000 دولار في الشهر. فالحياه هنا غاليه جدا، الاكل والشرب غالي جدا. طبعا في اماكن برضو عشان ما حدش يرجع يقول الحياه مش غاليه في امريكا، الحياه غاليه جدا في امريكا، بس في اماكن وفي سوبر ماركت، في حاجه كتير جدا اماكن كتير بيبيعوا حاجات رخيصه. بس anyway الحياه كعامه في امريكا غاليه جدا جدا. الضرايب هنا حسب طبعا انت شغال، مراتك شغاله، عندكوا عيال، عندكوا بيوت، عندكوا الحاجات دي كلها، ده كله بيتراكم على بتيجي بقى الضرايب على الحاجات دي. لو انت بس اللي شغال الضرايب بتختلف، لو انت شغال انت ومراتك. انا ما اعرفش في مصر ايه الاخبار الضرايب بصراحه خالص، لاني عمري ما عشت في مصر ولا عمري اشتغلت في مصر، فمش هقدر اقول لكم المقارنه ما بين مصر وامريكا في الضرايب خالص. بس في موضوع الشغل زي ما قلت، الشغل هنا سهل جدا. لو انت ما عندك حد معرفه بتيجي تشتغل في الاسود ما بتدفعش طبعا ضرايب. 3 شهور انت جايبهم دولت. لو انت ما عندكش معرفه وجاي كسياحه 3 شهور دولت، محدش هيرضى يشغلك، لان طبعا انت لازم يبقى معاك
ورق شغل، ورق عمل، عشان تقدر تدفع الضرايب، لان لو معكش ورق عمل هم هيدولك الفلوس كاش في ايدك، فمش هتدفع عليها ضرايب، لان محدش هيعرف انت واخد كام. في ناس كتير جدا بتعمل كده، انا ما بقولش ما فيش حد بيعمل كده، بس حسب المكان اللي هتقدم فيه، حسب الناس، لو انت عارف الناس عندك معرفه او لا. دي حاجه. لكن لو انت طبعا جاي زي الهجره العشوائيه، جاي معاك الجرين كارد، تقدر تشتغل في اي مكان بياخدوك، بس طبعا بتدفع على فلوسك ضرايب. حسب برضو في كميه معينه ما بتدفعش عليها ضرايب، يعني لو بتاخد في الشهر اقل من تقريبا من $1200 ما بتدفعش عليهم ضرايب. برضو عشان ما حدش يقول لنا صح ولا غلط، انا ما اعرفش، انا بخمن، انا بس بقول مثل، لاني ما اشتغلتش هنا ولا عمري دفعت ضرايب، مش انا، هو جوزي اللي بيشتغل وبيدفع لنا احنا كلنا الضرايب. بس فدي حاجه. والايجار والشغل طبعا. وزي ما قلت يا جماعه، انا مش عايزه اطول عليكم في الفيديو، بس انتوا لو في اي مواضيع، وان شاء الله ممكن اعمل لكم فيديو تاني عن موضوع الشغل، انا هسال على موضوع الضرايب بالظبط، لو انتوا عايزين تعرفوا كام برسنت بالظبط بتدفعوا، كام في المية بتدفعوا ضرايب، بس حسب العيله، زي ما قلت، حسب كم عيل معاك في البيت، كم متجوز ولا لا، مراتك بتشتغل ولا لا، الحاجات دي كلها. هعمل لكم فيديوهات تانية ان شاء الله. انتوا بس مجرد تكتبوا لي تعليقاتكم، المواضيع اللي انتوا حابين تعرفوها، وانا هعمل لكم الفيديو عليها. وحاجه كمان عايزه اقول قبل ما اقفل الفيديو، يا جماعه اللي حابب يعلق، انا ما بمنعش اي حد من التعليق، بس انا عايزه اقول حاجه، اللي بيعلقوا تعليقات سلبيه وتافهه، تافهه قوي، يعني بيتكلموا في حاجه تافهه قوي، انا مش هرد على الناس دي، ولا بفيديو ولا بكتابه، فيعني ignore them at all، اللي هو يعني مش هتكلم معاهم خالص، ولا اعتبرهم علقوا اصلا، ما يلزمنيش يعني. لكن اللي هيعلق تعليق محترم وسؤال هرد عليه، وبوزيتيف هرد عليه، وهرد عليه باحترام، ويسعدني ان انا ارد عليهم، اذا كان بفيديو او بكتابه او بمسج يعني على اليوتيوب. بس فيا ريت لو انتوا حابين مواضيع جديده وتعرفوا اي حاجه، بس اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم كل اللي انتوا عايزينه. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو الهجره العشوائيه، ده ضروري جدا، هيساعدكم جامد جدا. وانت وحظك، ما تعرفش، يمكن ليك حظ انك تطلع، وساعتها مش هتتكلم اي حاجه غير التذكره اللي انت هتيجي بيها هنا انت واهلك او انت وعيلتك. فيا رب تكونوا كلكم موافقين وتشوفوا الهجره العشوائيه وتمشوا. احنا عاملين الفيديو خطوه خطوه، يعني مش هتعمل اي حاجه خالص من نفسك او مش هتغلط، فيا ريت يساعدكم وينفعكم. ويا ريت لو حد عمل ده ونفع معاه، يا ريت يبعت لي ويقول لي. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم ليا، وان شاء الله اشوفكم المره الجايه في فيديو جديد. باي باي.